في زمن بعيد كان هناك ملك صالح يدعى ذو القرنين، وقد وهبه الله القوة والملك الواسع. سار ذو القرنين في الأرض حتى وصل إلى منطقة بين جبلين، حيث وجد قوما يشتكون من فساد يأجوج ومأجوج الذين كانوا يفسدون في الأرض. طلب القوم من ذو القرنين أن يبني لهم سدا يمنع يأجوج ومأجوج من دخول أرضهم ويجنبهم شرورهم. وافق ذو القرنين وطلب من القوم مساعدته في بناء السد. استخدم الحديد والنحاس لبناء السد القوي الذي حال بين يأجوج ومأجوج وبين القوم. أصبح السد حصنا منيعا لا يستطيع يأجوج ومأجوج تسلقه أو فتحه. وهكذا أنقذ ذو القرنين القوم من الفساد والخراب. أكد الله في القرآن الكريم أن يأجوج ومأجوج سيظهرون في الأيام الأخيرة، وسيكون خروجهم علامة من علامات قيام الساعة. وحتى ذلك الحين سيظل السد قائما. من هذه القصة نتعلم أهمية العمل الجماعي والمساهمة في الخير لتحقيق الأمن والسلام، فبالتعاون والمساهمة من الجميع يمكن مواجهة التحديات الكبرى.